السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بوسي من قناة أكلات مطبخ بوسي. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة الترليتشة التركية أو القشطوطة. معانا أول حاجة مقادير الكيكة وكوبايتين دقيق وكوباية إلا ربع سكر وثلاث بيضات وكوباية إلا ربع زيت نباتي ونص كوباية لبن وكيس بيكنج باودر وكيس فانيليا. الكيكة دي تركية اسمها ترليتشا، ويعني طلع ترند الايام دي، بس مسمينها اسم كده اللي هي القشطوطة دي في المحلات. محلات كتيرة قوي بتتباعها، هي حلوة جدا ان شاء الله جربوها هتعجبكم وبسيطة وسهلة. حطيت كوباية الا ربع سكر على 3 بيضات وكيس فانيليا وضربناهم زي اي كيكة عادية، ما فيهاش اي فزلكة خالص، زي اي كيكة بنعملها الشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنضربهم بالمضرب وممكن تعمليهم بالخلاط بكل سلاسة وسهولة. وبعد كده هننزل بكوباية الا ربع زيت نباتي، وهنكمل ضرب بالمضرب اليدوي. ممكن تعمليها في الخلاط المواد السائلة، اي مقادير كيكة انت بتعمليها، كيكة فانيليا ومرتاحة عليها، مش لازم تعملي اللي انا بعملها دي، بس اي كيكة انت بتعمليها وشغلة بيها على طول. بعد ما حطينا البيض والسكر والزيت والفانيليا وضربناهم، هنبتدي بعد كده نحط الكوبايتين الدقيق على كيس البيكنج باودر او معلقة كبيرة بيكنج باودر. انا نخلة الدقيق ده قبل ما احطه في الطبق ده، وحطيت رشة ملح وهنخله تاني وانا بحطه على خليط الكيكة. كل ما بتنخلي الدقيق كل ما بيدي معاكي هشاشان للكيكة وبتبقى عالية وحلو، مع ان انا الكيكة دي بقى يعني ما كنتش حباها تبقى عالية قوي، سبحان الله طلعت عالية جدا. هتشوفوا دلوقتي طلعت عاملة ازاي. دخلنا الدقيق على البيكنج باودر ورشة الملح وهنقلبه مع بقية خليط الكيكة بالشكل ده. وبعد كده هنحط نص كوباية اللبن، انا زودت نص كمان بس ما جاش في الفيديو، يعني هتحطوا كوباية لبن على مقادير الكيكة. بقى ان شاء الله هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف، هتدوسوا على عنوان الفيديو هينزل لكم المقادير، هو ده صندوق الوصف. وهنقلب بكل هدوء كده علشان اللبن ما يبهدلش الدنيا. وبعد كده هنعمل بقى بالسباتشولا كده علشان نتأكد ان هي اندمجت مع بعض. وبعد كده بقى هنجيب البايركس، احنا هنعملها في بايركس، يعني يستحسن ان احنا نعملها في بايركس علشان يبقى شكل التقديم حلو. هي عامة يعني الاغلبية بيعملوها في بايركس، في ناس بتعملها في طواجن صغيرة اللي هي الورق، اللي هي الطواجن الفويل اللي بتتباع عند محلات الورقيات. وهنحط في البايركس كده يعني زبدة او زيت هندهنه، وبعد كده هنصب الكيكة اللي احنا عاملينها. ممكن تحطوها في بايركس اكبر شوية عن اللي انا عاملاه، طبعا يعني انا عشان بس بصور فعملها في بايركس، ممكن تعملوها في صينية عادية مش هتقول لا خالص، بس يعني لو هتقدميها لحد يبقى شكلها شيك كده. انا بقى قعدت اهز كده في الكيكة علشان ابقى عايزاها، مش عايزاها عالية قوي، لو مش عايزة الكيكة عالية تعمليها كده، وبرضو طلعت عالية. انا لو قصد ان انا اطلعها عالية كده مش هتطلع بالعلو ده، سبحان الله. كده احنا بنفرغ الهواء اللي جواها بالخلة كده او بسكينة. وبعد كده حطيناها على الفرن، فرن الكهرباء انا شغلته وانا بعمل الكيكة، بدأت فيه علشان لازم يبقى سخن. شغلته وبعد كده ظبطته على درجة حرارة 170 او 180، وشغلت الشمعة اللي تحت. لو فرن غاز برضو هتشغلي من تحت، وكوني مشغلة الفرن قبليها. بصوا عليت ازاي، انا كنت عايزاها بسوى الصينية، بس انا شلت كل الزيادات دي علشان لسه هنحط
بقية مقادير الكيكة التريليتشا. انا هنا معايا كوباية كريم جانتيه باودر، وكوباية لبن، و3 معالق سكر. مش هنكتر، احنا لو في اي كريم مقادير اي كريم جانتيه عادي هنحط كوبايه سكر بودر، بس طبعا عشان احنا هنحط صوصات مسكره، علشان مش عايزه الكريم جانتيه يبقى مسكر قوي، فقللت السكر لغايه ما بقى معانا السمك ده. احنا مش هنزوق بيه حاجه، احنا عايزين ما يطلع خفيف. وعلى فكره انا زودت نص كوبايه لبن كمان، ممكن تعمليه بميه من غير لبن. يعني كوبايه كريم جانتيه، كوبايه ونص لبن، 3 معالق سكر بودر، وهنضربهم كده. بعد كده انا شلت كل الزيادات اللي على الوش دي، زي ما انتم شايفين كده الوش كان فاتح وحلو. طبعا شلت الزيادات دي علشان انا لسه هحط الحاجات اللي انتوا هتشوفوها دي على الكيك، فطبعا عايزه مساحه في البايركس، عشان كده قلت لكم حطوها في بايركس اكبر. انا معايا هنا كوبايه لبن، مج لبن ساقع عادي. عايزينها تبقى طريه قوي ممكن تحطي مجين، بس انا بعملها على طول بمج واحد كويس جدا، علشان انا يعني مش بفضلها بتبقى طريه قوي. هي اصلا المفروض تبقى عايمه في اللبن خالص، واللبن يبقى بينزل منها كده، بس على المقادير دي انا يعني بفضل ان هي تبقى فنجان كويس قوي او كوبايه. بعد كده هنحط الكريم جانتيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هي يعتبر كده لو عملتيها لاي حد جايلك، ممكن تعمليها في عيد ميلاد ابنك، مش هتعرفي تعملي تورت في اي مناسبه، والله يعني هي يمكن احسن من التورته كمان، وسهله جدا يعني، ومش مكلفه زي التورته. وهنحط بقى على الوش كده الكريم جانتيه. انا معايا هنا بقى ايه صوص فراوله وصوص كراميل، طبعا انا عامله لكم قبل كده في الفيديو صوص الكراميل وصوص الفراوله. هحط لكم رابط الفيديو بتاع الصوصات في صندوق الوصف علشان تعرفوا دول نفس الصوصات اللي انا عاملاها في الفيديو. بعد كده سوينا الكريم جانتيه كده، وده دول انا كنت حافظاهم في الفريزر، هطلعهم واحطهم في ميه سخنه عشان تفك ويبقوا معانا بالشكل ده. عندكم المقادير بتاعت الكريم كراميل، و ده كريم الكراميل اللي انا عاملاه في الفيديو اللي هحط لكم الرابط بتاعه، وصوص الفراوله برضو اللي انا عاملاه في نفس الفيديو. انا عامله الصوصين الاتنين. انا بقى ايه هي المفروض يتحط كلها بالكراميل، بصوص الكراميل. انا حبيت اعمل نص بالصوص الكراميل والنص التاني بصوص الفراوله، عشان انا بحب صوص الفراوله قوي، وهي اصلا يعني بتتعمل بالكراميل بس، فانا حبيت اغير واعمل نص ونص. تقدروا تعملوها بالكراميل بس، دي الوصفه الاصليه، وممكن تعملوها برضو بصوص الفراوله بس، باي صوص بقى، ممكن صوص مانجا، صوص فراوله، صوص شوكولاته، زي ما تحبي، بس هي الوصفه الاساسيه بصوص الكراميل. وتساوي بالراحه بقى كده علشان الكريم جانتيه ما يطلعش على الصوص ونبهدل الدنيا. وتخلي بالكم في الحر لو بتعملوها، تخلي بالكم جدا علشان هتبقى يعني تبقوا حاطين الحاجات دي في التلاجة، بالذات الكريم جانتيه، علشان ما يسحش معاكم. وهنسويه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. زي ما انتوا شايفين انا عامله نص بالصوص الكراميل، نص بصوص الفراوله. وان شاء الله بقول لكم تاني هحط لكم رابط الفيديو بتاعهم على في صندوق الوصف، هيعجبكم جدا. الوصفتين حلوين جدا، ناس كتير عجبتهم، ان شاء الله هيعجبوكم، وسهلين جدا، ده اهم حاجه. بعد كده بقى هنا انا شلت شويه كريم جانتيه كده في كيس، وهعمل بيهم الخطوط دي علشان نعمل الخطوط بتاعه الكيكه بتاعه الترليتشا دي. هي بيبقى شكلها كده، ويستحسن ان يبقى الكريم جانتيه يبقى يعني سايح شويه علشان ينزل معاكم بسلاسه. دول حوالي 4 معالق كريم جانتيه، وفاض منهم كمان. بنخرم بس خرم رفيع قوي في الكيس، وبنعمل الخطوط اللي انتوا شايفينها دي. ممكن تعمليها زي ما قلتلك في اي صينيه عندك، اي صينيه كيكه عندك، بس انا عشان التصوير حبيت اعملها تبقى باينه من البايركس كده. عملنا الخطوط زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده هجيب خلة اسنان او حرف سكينة رفيعة، وهعمل بقى
الشكل اللي انتوا شايفينه بالشكل ده كده، علشان تديني الشكل الحلو التمويجة بتاعت كيكة الترليتشا او القشطوطة. الشكل اللي انتوا شايفينه ده. وكده تكون معانا جهزت كيكة الترليتشا التركية او القشطوطة. يستحسن انت تحطيها في التلاجة قبل ما تقطعيها. انا قطعتها على طول، علشان كده كانت ممكن مش ماسكة معايا قوي، بس الاحسن ان انت تحطيها في التلاجة على الاقل ربع ساعة. انا عملتها وقطعتها على طول. هنا بقى انا بقطعها من النص كده. بصوا حتى يعني ما كنت بقطعها كنت بحس ان هي الكريمة بترجع تاني، علشان ما كانتش لسه ماسكة نفسها، لان انا بعملها في اليومين الحر اللي احنا فيهم دول، فطبعا كانت سايحة معايا شوية. حبيت اقطع لكم من النص كده علشان تشوفوها. وزي ما انتوا شايفين بقى القطعة، بصوا شكلها حلو ازاي، بجد حلوة جدا. جربوها وسهلة وتستاهل ان انتوا تجربوها، هتعجبكم جدا. انت لو جبتي قطعة زي دي من المحلات او اكبر شوية بتبقى غالية جدا، لكن لو عملتها في البيت هتأكل اسرة كاملة، مش هيبقى سعرها نص المحل. شايفين بقى طرية، زي ما قلت لكم ممكن تزودوا فيها اللبن اكتر علشان تبقى اطرى من كده. وطبعا ما تنسوش لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.